في الفيديو ده هنتكلم عن نظرة سريعة عن الووردبريس. ايه لازمة الفيديو ده تحديدا؟ الفيديو ده هيعرفك لوحة تحكم الووردبريس دي هي متقسمة ازاي. يعني احنا لما نيجي نشتغل عليها ما ينفعش اللي انا يعني قبل ما ادخل في شرح الووردبريس نفسه بقى كتفاصيل والصفحات والبوستات والكلام ده، ما ينفعش اللي انت تبقى داخل مش متعود على شكل الداشبورد او لوحة التحكم بتاعت الووردبريس. انت بالعكس انت لازم تبقى متدرب عليها اول حاجة وتبقى فاهم هي شغالة ازاي وايه الاجزاء المختلفه بتاعتها، عشان لما نبدا بقى نسرع شويه في الشغل. طبعا احنا مش هنقعد الكورس كله بنتعلم ازاي نستخدم لوحه التحكم، لا ده احنا هنبدا نبني مواقع. فلوحه التحكم دي انا عايزك تعرف اللي هي حاجه لازم تتعود على شكلها ولازم تبقى فاهم هي شغاله ازاي او ايه الاقسام بتاعتها قسم قسم. وده اللي انا هعمله او هشرحه في فيديو النهارده. هنعرف شكل الووردبريس وتقسيمته ازاي كلوحه تحكم. تعال نروح للنسخة اللي احنا سطبناها المرة اللي فاتت او في الفيديو اللي فات يعني، ونبدأ شرح لوحة تحكم الووردبريس كنظرة سريعة. بس قبل ما نخش على لوحة التحكم بتاعة الووردبريس واشرح لك على طول، يستحسن ان انا اوريك الفكرة بتاعتي او اشرح لك هنا على الوايت بورد الاول الووردبريس كلوحة تحكم متقسم ازاي، قبل ما نخش على طول على لوحة التحكم، يعني عشان الفكرة توصل اكتر. الووردبريس متقسم معانا لثلاث أجزاء رئيسية، أو يعني لوحة التحكم تحديدا. وهو الجزء ده، طبعا أنا هقول اسم كل جزء بس نرسم الأول. ويعني أتمنى إن أنت ما تركزش في الرسم اللي أنا هرسمه أوي عشان مش هيبقى أدق حاجة يعني، بس لما نروح على الوورد بريس نفسه هفهمك قصدي أكتر. تمام، وده آخر جزء. يعني أنا طبعا مش أحسن حاجة في إن أنا أرسم خط مستقيم، بس يعني حاول تعتبر اللي دول تلات أجزاء. الجزء ده اسمه البيج كونتنت، والجزء ده اسمه النافيجيشن منيو، طبعا بتاعت الووردبريس نفسه. واخر جزء هنا اللي هو ده اسمه الادمن تول بار. حلو، دي التلات اجزاء الرئيسيه بتوع الووردبريس. وهتلاقي دايما في الووردبريس الشكل ده ثابت معاك. اللي بيتغير معاك هو الجزء ده، الجزء بتاع البيج كونتنت ده هو ده اللي دايما هتلاقيه بيتغير معاك لما بتروح من صفحة لصفحة. بس انت هتسألني سؤال دلوقتي، هتقولي البيج كونتنت دي بيج مين وكونتنت ايه؟ يعني بيج او الكونتنت ده بتاع ايه بالظبط او لأني صفحة؟ لو تلاحظ واحنا بنسطب الورد بريس لأول مرة كنت هتلاقي هنا اللي مكتوب مثلا هنا كان في بوستس، وهنا كان في ميديا، وهنا كان في بيجز. كل دي صفحات. لما بتدوس على صفحة، وهنا بقى دي الجزئية اللي محتاجة تركيز شوية. يعني تعالى مثلا ايه، نعمل مثال بسيط عشان بس الشكل ما يبقاش مبهدل قوي. مثلا هنكتب هنا صفحة البوستس، بوستس، وهنا الميديا، وهنا البيجز. حلو، طبعا دي يعني اي امثله. لما انت بتيجي بالماوس تدوس على بوستس، ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل كالاتي، بس تعال نخليها بلون تاني مثلا وليكن البرتقاني. اللي البوستس دي، الجزء ده اللي انت دوست عليه بيفتح لك صفحته في البيج كونتنت نفسها هنا اللي انت دوستها. فاهم ازاي؟ يعني البوستس اللي انت دوست عليها هتلاقي اللي في البيج كونتنت اللي هي الاريا دي ظهر لك كل المحتوى بقى بتاعت البوستات اللي عندك ايا كان هي ايه. وطبعا نفس الكلام ده ينطبق على باقي الحاجات. لو هنا بقى جينا ندوس مثلا على ميديا، جينا ندوس على بيجز، هيفتح لك محتوى الصفحة. ركز على الكلمة دي، الصفحة اللي انت دوست عليها. البيجز دي اللي هم التلاتة دول يعتبروا صفحات. البوست دي صفحة، الميديا دي صفحة، البيجز دي صفحة. لما بتيجي تدوس على واحدة منهم بيفتح لك المحتوى بتاعها هنا في البيج كونتنت. طبعا دي طلعت اسم السي كونتنت. بس دي كده فكرة الووردبريس الاستراكشر بتاعته كتلات اجزاء شغالة ازاي. ده كده انا كل ده على فكرة كنت بتكلم على البيج كونتنت. تعالى بقى نروح لباقي الحاجات سريعا، عشان احنا لسه بعد كل ده هنروح
لل للوحة التحكم نفسها بتاعة الووردبريس واوريك الكلام ده عملي. النافيجيشن منيو دي ايه لازمتها؟ النافيجيشن منيو دي نافيجيشن منيو انت بتتنقل ما بينها ما بين الصفحات المختلفة اللي احنا شفناهم في الووردبريس اول ما سطبناه، اللي هي كانت البيجز والميديا والبوستس والسيتنجز والتولز والكلام ده كله. طبعا الشكل ده مش ثابت، المنيو دي بتزيد وبتقل على حسب البلجنز وعلى حسب الثيمز وعلى حسب الشغل بتاعك في الووردبريس نفسه بيبقى عامل ازاي. الادمن تول بار ده بقى ايه فكرته؟ الادمن تول بار ده فكرته كلها اللي هو هنا بيحط لك شويه لينكات مفيده وسريعه. وعلى فكره الادمن تول بار ده هنستعمله كتير جدا جدا جدا، وخلي بالك الادمن تول بار هو الوحيد اللي هيظهر معاك بره لوحه التحكم بتاعه الووردبريس لو انت مسجل كادمن. طبعا الكلام ده يمكن دلوقتي مش مفهوم قوي، بس يعني هنفهمه اكتر لما دلوقتي نروح للوحه التحكم ونشوفه. الادمن تول بار ده هو الوحيد اللي بيظهر معاك بره لوحة التحكم لما بتبقى بتتصفح الموقع نفسه. تمام كده؟ اعتقد ده شرح كفاية كوايت بورد سريعا عن structure ووردبريس. دلوقتي بقى تعالوا نروح للووردبريس نفسه ولوحة التحكم ونشوف الكلام ده عملي. دي نسخة الووردبريس بتاعتنا يعني زي ما سطبناها. طبعا يمكن بس عشان الكورس بيتحدث اول باول، فهتشوف الفيرجن اللي انا سطبته المرة اللي فاتت مختلف عن فيرجن فيديو النهاردة، عشان زي ما انتم عارفين الووردبريس في تحديث مستمر، فانا بحاول دايما اخلي الكورس اب تو ديت، احدث حاجه بتنزل من الووردبريس دايما بشرح عليها. لو تلاحظ بقى لو ركزت شويه طبعا الوايت بورد بتاعتي كانت اوضح شويه عشان انا كنت ملون، اما هنا هتحس الدنيا داخله في بعض شويه. بس لو جيت تركز هتلاقي ان البوكس الابيض الكبير ده اللي هو فيه ويلكم تو ووردبريس ومش عارف ايه وسايت هيلث واكتيفيتي والكلام ده كله، هتحس ان دي يعني صفحه عباره عن صفحه كامله. وخلي بالك زي ما قلت لك الصفحه دي بتتغير، يعني لو جيت هنا مثلا دوست ابديتس هتلاقي ان الصفحة دي كلها اتغيرت بقت حاجة تانية خالص. دي هي البيج كونتنت اللي انا كنت بتكلم عليها من شوية. وده فكرة البيج كونتنت عامة هي بتظهر لك معلومات الصفحة اللي انت اخترتها. يعني هو الموضوع مش محتاج شرح اصلا، هو الموضوع شرح نفسه. لو دوسنا هوم هنلاقي اللي هي بتظهر محتوى الهوم، لو دوسنا بوستس هنلاحظ اللي هي بتظهر محتوى بتاع البوستس، ولو دوسنا مثلا الميديا هنلاحظ اللي هي بتظهر محتوى الميديا، وهكذا. تعالوا نرجع للداشبورد. حلو، نيجي بقى للجزء التاني اللي احنا اتكلمنا عليه، وهو الجزء ده النافيجيشن منيو. طبعا زي ما قلت فيه الحاجات المعروفة، الداشبورد، البوستس، الميديا، البيجز، كومنتس، وهكذا على كل حاجة. نيجي بقى لاخر جزئية واخر جزء، وهو الادمن تول بار. وده اللي انا اتكلمت عليه، قلت اللي هو بيظهر معانا في الصفحة او الموقع لما بنيجي على الصفحة. واوريك قصدي ايه بالكلام ده دلوقتي. لو جينا هنا نشوف هنلاحظ اللي هو فيه شوية لينكات بتساعدنا على طول. يعني مثلا بدل ما اجي هنا انا عايز اعمل بوست جديد، هنروح عند بوست هنقول له اد نيو وهكذا. بس من الادمن تول بار هنلاحظ اللي هنا من نيو فيها بوست على طول ممكن ندوس عليها ونريح نفسنا. طبعا لو عايزين نشوف الموقع بنروح هنا عند الووردبريس كورس فيزيت سايت ونفتح اللينك، وهو ده الموقع بتاعنا. طبعا انت دلوقتي لو مركز معايا في الكورس هتلاحظ ان الادمن تول بار اللي هو ده راح معايا هو في الموقع نفسه. بس الكلام ده مش هيظهر لكل اليوزرز، او يعني مش اي حد هيفتح الموقع يلاقي الادمن منيو او الادمن تول بار. لازم تبقى مسجل كادمن عشان يظهر لك التول بار ده وانت بتتصفح الموقع. وعايز اقول لك التول بار ده احنا هنستعمله كتير جدا 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 في الكورس ده، عشان هيسهل علينا الاستخدام عامة بصورة انت لا تتخيلها. يعني بدل بقى ما نروح جوه ونشوف الصفحة فين وندور عليها ونقول له edit، لا ده هو من هنا على طول هنعرف نعمل edit. وبس كده، ده كل اللي انت كنت محتاج تعرفه النهاردة او في حلقة النهاردة عن النظرة السريعة على لوحة التحكم بتاعة الووردبريس. وطبعا في الفيديوهات الجاية هنتكلم بقى عن كل جزء لوحده وكل صفحة لوحدها، ويعني هنمسك لوحة التحكم دي ايه، نتأكد اللي احنا مسكناها فرمناها كلها، تأكدنا اللي مفيش حاجة احنا مش عارفينها، عشان بقى لما نبدأ ندخل في المحتوى التقيل ونبدأ نعمل مواقع نبقى متمكنين من لوحة التحكم دي، عشان ما تتعبناش أثناء الاستخدام بعدين.